امال انت حاطط ايدك على خدك ليه؟ وما انت قلقان ليه؟ لسه الايمان مضطرب. نام قلقان ليه؟ ما تسيبها على الله، سيبوها على الله. يدبر امري ولا علم لي. القضيه مش قضيه حفظ ربنا ونجدة ربنا وفرج ربنا لينا، قضيه ايماننا بذلك الفرج. لابد ان نفهم اننا نحتاج الى فهم الانسانيه قبل التدين. الله جعل سوره كامله في القران سماها الانسان. عارف الواد الصغير ده نام زي السلطان ليه؟ عشان سايبها على اب. انت لو كنت سايبها على الرب كنت تبقى سلطان السلاطين. النقص والكرب، البلاء والعطاء عند اهل الهوى سواء، يكفيك ان الله هو المبلي. يفرحون بالبلوى كما تفرحون بالحلوى، لان الله هو المتجلي فيها. فسيدنا جابر قال له يا رسول الله الحقني. ايه يا سيدنا جابر خير؟ قال له النخل ما جابش بلح، يعني حاجه بسيطه كده، ما جابش المحصول اللي يكفي ان اسدد دين الراجل حتى وكل اخواتي. فسيدنا النبي هيسيبه المروءه بقى. الحديث ده نتعلم منه 4 حاجات. اولهم المروءه. واحد جاي بيقول لك الحقنا انا في شده، انت ما معكش. سيدنا النبي انا ذاك معوش يسد له. فهم قال له ايه؟ جمع الصحابه وقال هلموا بنا نحدث هذا الرجل لينظر جابر، يعني نتفاوض معاه لعله يمهله 2 3 او السنه الجايه. فراح للراجل فابى اليهودي. لا 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 لا، انا عايز فلوس دلوقتي. يا يبيع لي البستان. طب يبيع البستان ايه؟ بياكلوا منين الناس دي يا عم؟ الانسانيه حتى تقتضي ما فيش. فسيدنا النبي يقول، سيدنا جابر في صحيح البخاري يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بين النخلات. هذه واحد. بس سيدنا النبي الاول اتفاوض مع ايه؟ يعني اللي عنده كرامات ما يعملش الكرامه الاول، ياخد بالسبب. علمنا اخذ بالاسباب، المروءه والاخذ بالسبب. سيدنا ابن عباس كان في المسجد لقى واحد قاعد مهموم كده. قال له في ايه؟ قال له علي دين لواحد مش. قال له قوم بينا نكلمه. فالراجل استحيا من ابن عباس لانه يعني معتكف في رمضان. فما قال له يا ابن عم رسول الله يعني تقطع اعتكافك؟ قال له اقطع اعتكافي فاني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعيك في قضاء حاجة اخيك قضيت او لم تقضى خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. قضاء حوائج الناس لو ما تقضتش، تخيل انك مسؤول وليك قريب او جار او كده، وجاء قال لك بالله عليك بكلم لي فلان، انا راجل يقضي لي مصلحه، وساعدته، قضيت او لم تقضى خير من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر. المروءه سنه من سنن النبي غايبه عن زماننا. قضاء حوائج الناس. يا سعد من تجرى على اياديهم حوائج السائلين. ينادى يوم القيامه اي ليقم اهل الفضل، أين أهل الفضل؟ فيقول قائل ومن أهل الفضل؟ يقال ادخلوا الجنة بغير حساب. فيقال لما؟ يقول هؤلاء الذين كانت تقضى على أيديهم حوائج الناس. أنتوا فاكرين أن ربنا ما بيتعبدش إلا في الجامع بس؟ ربنا يعبد بالورد ويعبد بالود ويعبد بقضاء الحوائج وجبر الخواطر. كل هذه عبادات اختفت في زمن المادية واحترام المادة أكثر من احترام الدين. هذا الإنسان ربنا خلقه وأكرمه وأكرم من يكرمه. الله جعل سورة كاملة في القرآن سماها الإنسان. لابد أن نفهم أننا نحتاج إلى فهم الإنسانية قبل التدين. الله جعل سورة كاملة في القرآن سماها الإنسان. شوف انت عظمتك عند ربنا قد ايه، عشان الله القرآن جعل القرآن على اسماء البشر. سورة مريم، سورة ابراهيم، سورة طه، اسماء الناس، ليعلم الناس ان الله سبحانه وتعالى يحب خلقه ويحب من يكرم خلقه. خلاص الاسباب ما نفعتش. فسيدنا النبي علمنا عند عدم الايه، عند عدم انا عملت اللي عليا كانسان، اللجوء بقى لرب الاسباب. أم طب العرش ربما يكون دعا، ربما أنه يطوف بهذا البستان لتحصل له روحانية نبوية عشان تحيط به البركة.
بركة سيدنا النبي اللي احنا محرومين منها، ما بنصليش عليه، مشغولين عنه، مخالفين لسنته. فقام فطاف بالبستان، يقول فقام فطاف بالنخل، ثم عاد فحدثه، رجع تاني يكلمه فأبى وقال لا أريد سداد ديني الآن. طب نعمل له إيه ده بقى؟ فسيدنا النبي ما لقاش مع ده حل، راح قال له يا جابر أين عريشك؟ فين العريش؟ أنت عارف الراجل المزارعين الفلاح بتاع زمان، يعني كلنا فلاحين، يعني كان يبقى عنده الأرض كده عامل عشة كده بينام فيها الظهر لما الشمس تحمى كده يريح. فقال يا جابر الخص أين عريشك؟ فقال هو يا رسول الله. فسيدنا النبي راح عند العريش، يقول فنام، أشار إليه اقفل الموبايل، ربنا شايفنا هتوريها لمين؟ فقام فقال يا جابر أين عريشك؟ فلما أشار إلى العريش قال إيه؟ اذهب جز واقضي. طب حاجة يعني بالله عليك، أنت معاك 2 كيلو بلح وعليك دين عايز له طن، هتسدهم ازاي؟ هنسدها ازاي دي؟ عارف انا لما قرأت الحديث ده في صحيح البخاري، انا كنت مؤمن جدا ان سيدنا جابر لو ما فيش نخل سيدنا النبي لو دعا يطلع له نخل. انا اعجبني يقين سيدنا جابر في النبي عليه الصلاة والسلام، واعجبني يقين سيدنا سلمان في النبي عليه الصلاة والسلام، كما أريد أن أؤصل لذلك اليقين في الأمة. عايزين نقول للناس القضية مش قضية حفظ ربنا ونجدة ربنا وفرج ربنا لينا، قضية إيماننا بذلك الفرج، مش قضية بركة النبي حصلة وواصلة ولا انقطاع ليها عن الأمة، لكن قضية إيمانك أنت بتلك البركة. قال له بيضة من روح قطع واقضي. سيدنا سلمان المعايير العقلية لو أعملها لحظة لتوقفت البركة. إعمال العقل في مواطن الروح. قال الأول خدنا بالسبب ورحنا وكلمنا الراجل ما فيش، وبعدين طاف بالعريش بالبستان ما فيش. قال له فين العريش؟ العريش اهو يا رسول الله. راح يقول لك في البخاري يقول ايه؟ فنام النبي صلى الله عليه وسلم في عريش جابر وقال له يا جابر اذهب وجز واقضي. ما بتتحسبش كده، ما بتتحسبش كده. سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقول اللهم إني أسألك الإيمان بحفظك، مش اللهم إني أسألك حفظك، الإيمان بحفظك، لأنه هو حفظني بس أنا مش مؤمن بكده، مضطرب الآن. أسألك الإيمان برزقك، هو ربنا بيرزقنا صحيح، هو ربنا منع خيره عن حتى اللي بيعبدوا غيره؟ لا يخلق فاها وينساه ولا يحرم حتى من عصاه من عطاياه. طيب أمال إيه؟ إحنا اللي مش مؤمنين الإيمان عندنا ناقص، فيتامين الإيمان ضايع، محتاجين نزود جرعة الدين، جرعة اليقين، نكتر من ذكر الله، نجالس العلماء ونجالس الأولياء، ونصلي كتير على حضرة النبي، ونقرأ في شمائل حضرة النبي، ونستقرأ سيرة حضرة النبي، مش نقراها وبس، نستقرأها ونستعذبها، ونرى مواطن البداعة والجمالة والإبداع والعظمة المتجلية في هذه السيرة العظيمة. فإنها سيرة إن قرأتها ببصيرة تستنير منها السريرة ويحصل منها السر. لكننا تركنا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام واستمعنا لغوغائية من يتطاولون على رسول الله. النبي بشر، محدش قال إنه مش بشر، بس بيوحى إليه، ليه خصوصية جنب البشرية، أنه رسول الله مضاف إلى الله، الله رسول الله، نبي الله، حبيب الله، باب الله، سر الله، نور الله. نور بس تبقى ممكن تتصور، إذا أضيفت إلى كلمة الله تبقى لا خيال لها، خيالك يقف ساجد عاجز عن معرفة من هو. فكان أعجبني يقين سيدنا جابر وسيدنا سلمان لما قال له جز واقضي. أجز إيه؟ طب ما احنا ليل ونهار ربنا بنسمع، بنمشي في الشوارع والجوامع والمسيادنا يقولوا ايه؟ وما من دابة. امال انت حاطط ايدك على خدك ليه؟ مش مصدق. وما انت قلقان ليه؟ مش مصدق، لسه الايمان مضطرب. امال نايم خايف ليه؟ نايم قلقان ليه؟ ما تسيبها على الله، سيبوها على الله. لا يدبر امري ولا علم لي. عمرك شفت عيل صغير
طفل نايم بيفكر في بكره؟ عمر حد فيكم شاف طفل نايم بيفكر ياكل ايه بكره؟ ده العيل تلاقيه نايم معظم ولا حاطط رجل على رجل واخد راحته خالص، وينام يقول لك ده نايم سلطان، الواد نايم زي السلطان. عارف ليه؟ عارف الواد الصغير ده نايم زي السلطان ليه؟ عشان سايبها على اب. انت لو كنت سايبها على الرب كنت تبقى سلطان السلاطين، بس ما انت سايبها على الله. ده نايم سايبها على ابوه، فمطمن ان ابوه الصبح هيجيب له السندوتش واللبس والاكل والشرب والنور والميه، ومطمن خالص، ويبقى عارف ان ابوه فقير ما حلتوش حاجه، ويشاور لك على اتخن عربيه وانت ماشي يقول لك يا باب هات لي عربيه زي دي. يا ابني انت مش عايز تصدق ان انا فقير ليه؟ يا باب ابني لي شقه زي دي، يا باب عايز اجيب جنينه زي دي، وانت تقول له هجيب لك. حاضر. سيدنا جابر ايه؟ جز. لا الجميل وقضي. شك لحظه، تعرف لو فكر بعقله لحظه كان جز، بس عمره ما هيقضي. فكال للرجل فاكتال له وأوفى وفاض له ما يكفيه للتسع بنات.